السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم انا جبت لكم الوصفه تاع البريوش. جبتها لكم مقادير سهله. شوفوا لهنايا في الاناء واش عندي كاس ونص تاع الحليب هنايا يكون دافي. كاس ونص. نزيد معاهم نص كاس تاع الماء. نضيف لهنايا مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز. نخلط الخليط نتاعي كيف كيف، ومن بعد نخليه واحد الخمس دقائق ولا 10 دقائق هكذاك تتفاعل الخميره برك شويه، ونعاود نكمل باقي المقادير. نعاود نخلط كيف كيف. من بعد لهنايا نضيف السكر. عندي 5 مغارف كبار تاع السكر. عندي حبة بيض كاملة. عندي لهنايا نص كاس تاع الزيت. المهم ما يلحقش نص كاس، فوق الربع بشويه. وزيدوا لافاني ولا اي معطر تحبوا تنكهوا به. انا درت هنايا المعطر تاع ولا لاروم تاع جوز الهند، يجي بزاف هايل به، ينحيلو كاع الريحه تاع الخميره. ولا ديروا مبشور تاع الليمون ثاني يجي بزاف منكه بالليمون، يجي هايل بالقشور تاع القارص. وتبداو تغربلو في الفارينه. هنا الفارينه ندير حتى نتحصل على القوام اللي راني نحوس عليه. ونضيف نص مغرف تاع الملح في الاخير. شوفوا انا لهنايا ندي نعجنها في العجان واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه حتى نتحصل على العجينه هذه. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. تكون تلصق وطريه. شوفوا تتعجن مليح هنايا. دوكا انا نجيب شويه تاع الزيت، ندير لها شويه تاع الزيت باش ما تلصقش، تخمر مليح. ونغطيها نخليها تخمر، ومن بعد نولي لكم. نحوها كاع من الاناء العجينه هذيك اللي لاصقه في الاناء، نحوها. هذه الكميه دير ما شاء الله، دير كيما نقولوا دير كونتيتي الله يبارك تاع البريوش. بعد اللي خمر نهبط له الخمور هذاك تاعو، ونبدا نشكل فيه. شوفوا العجينه كيفاش تولي منبله ما شاء الله، واحد العجينه بزاف هايله. نجيب سنيوه تاعي. انا سنيوه تاعي حجم كبير. راكم شفتوا الكميه تاع العجين كبيره تقريبا. هنايا 30 40 على 30 ولا هكذاك ولا 28. المهم سنيوه تكون بالحجم كبير. تدهنوها بشويه تاع الزيت، ونبدا ندير البريوش تاعي نشكل فيه على شكل خبيزات كما راكم تشوفوا هكذا على شكل. المهم بهذا الشكل. كوروه مليح هنايا وحطوه. شوفوا العجينه كيفاش منبله صراحه تجي هايله هذه العجينه. انا ما نستغناش عليها. هذه هي الوصفه تاعي تاع البريوش. دائما معتمده هذه الوصفه. درتهم هنا شويه كبار. تحبوا تنقصوا لهم في الحجم نقصوا لهم كيما حبيتوا. انا نكمل باقي العجينه نغطيها ونخليها تخمر. كي تكملوا غطوها وخلوها تخمر للمره الثانيه. يتضاعف الحجم تاع البريوش تاعكم كيما راكم تشوفوا فيه هنا معايا. نجيب صفار تاع البيض، نضيف له شويه تاع لافاني، ونبدا ندهن في الحبات تاوعي. واكيد هنا الكوشه راهي شاعله راهي سخونه كيما تعرفوا البريوش يحب الفرن يكون سخون. ومباشره نطيبها على كوشه سخونه. طيبوها من تحت كي يحمر البريوش، عاودوا شعلوا له من الفوق، حمروه مليح من الفوق. وهاي لك النتيجه كيفاش تكون. شوفوا نتيجه رائعه. شوفوا كيفاش يجي هايل. سيرتو كي جاو الحبات كبار صراحه يجي هايل. شوفوا ويجي خفيف خفيف. شوفوا لهنايا انا غطيته بعد اللي خرجته، غطيته وخليته كيما نقولوا ريح شويه، ومن بعد دهنته بشويه تاع العسل. والتزيين ديروا اختياري. انا شويه باك تاع الشوكولا ذوبتها ودرت هذوك الحبيبات من الفوق. هذا مكان ودهنوه كيما قلت لكم بالعسل ولا بلاجولي يجي بزاف بنين. دوكا نقسم معكم حبه وتشوفوا القوام تاعو كيفاش يجي خفيف ويجي قطن. صراحه تقول لكم تاكلوه في القطن.
مع قهوة حليب يجي بزاف هايل، يجي شهي. شوفوا الطياب تاعها كيفاش يجي، شوفوا من تحت خفيف خفيف. نقسم معاكم حبة. صراحة شهيتكم في الجنة. شوفوا كيفاش يجي خفيف مهوي ويجي قطن. صراحة يجي بزاف هايل. تحبوا تحشوه كيما حبيتوا، المهم جربوا الوصفة وخلوا لي رايكم في التعليقات. انا نذوق الحبة معاكم. شتو كيفاش يجي بزاف بنين. هايل هايل، ذوقوا هايل. هذه هي. بقاو على خير، نشوفكم في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله. بقاو على خير.